النهاردة هكلمكم عن أكبر وأشهر مشكلة في علم الأخلاق. مشكلة أنت نفسك دلوقتي مش هتعرف تحلها، وبعيدا إنك أول مرة تعرف إنه في علم اسمه علم الأخلاق. أنا عايزك تتخيل إنك بعد ما خلصت كليتك ربنا كرمك وتوظفت في السكة الحديد، بس مش كمساري ولا بوفيه، لا، أنت سواق قطر. دلوقتي أنا عايزك تتخيل إنك سايق قطر وماشي بسرعة كبيرة، لكن فجأة بتبص قدامك لقيت 5 عمال ما واخدينش بالهم إن القطر جاي وقاعدين على القضيب بتاع القطر. بتحاول تدوس على الفرامل بايظة، وأنت ماشي بسرعة كبيرة ومش هيلحقوا ياخدوا بالهم والقطر هيدوسهم. مفيش حل غير إنك تقرا لهم الفتحة في سرك، لكن فجأة عينك لمحت سكة فرعية. لكن استنى، دي عليها عامل واحد. ودلوقتي السؤال اللي هموت واسأله لك، هتقتل واحد ولا هتقتل 5؟ أنا عايزك تحفظ الإجابة اللي أنت قلتها دلوقتي في مخك عشان أنا هتجرح. دلوقتي أنا هديك سيناريو تاني خالص. المرة دي أنت قدمت على وظيفة وما اتقبلتش، زعلت وقررت تطلع فوق الكوبري اللي بيعدوا من تحت القطر، وقلت ياه كان نفسي اسوق القطر اللي في ايدي او التانجو، يلا نصيب. لكن تلاقي من فوق الكوبري القطر جاي من بعيد تحتك بسرعة كبيرة، وفي 5 عمال على قضبان. نفس السيناريو، بس المرة دي جنبك راجل تخين قاعد على حافة الكوبري. الراجل ده لو زقيته هيقع قدام القطر والقطر هيقف، لكن التخين هيموت وينقذ ال5. دلوقتي انت هتعمل ايه؟ انا عايزك كده تقارن بين اجابتك الاولانية واجابتك التانية. اغلب الناس لما عملوا استفتاء لقوا ان اجابتهم الاولانية نحاول على السكة الفرعية ونقتل الواحد بدل ما نقتل ال5، لكن لما نيجي للحالة التانية هنلاقي اجابتك اختلفت تماما. الاغلبية اختاروا انهم يسيبوا القطر يقتل ال5 عادي وما يزقوش الراجل التخين. طب مبدأ واحد يموت و5 يعيشوا راح فين؟ وايه اللي اتغير؟ وليه عدم الاتساق مع النفس ده؟ وليه زهقان الراجل ده بيحسسك بالذنب؟ مش في الآخر الاتنين بيأدوا لنفس النتيجة، وهي إنقاذ ال5 أرواح. بنضحي بحياة فرد عشان ننقذ 5 أرواح. ليه الحالتين مختلفتين؟ المعضلة دي مشهورة باسم الترول بروبلم، ودي تجربة مشهورة جدا في علم الأخلاق، واحدة من تجارب اللي حيرت علماء ومفكرين وعلماء نفس وحتى مهندسين وأطباء. هل وصف أفعالنا بأنها أخلاقية أو مش أخلاقية مرتبط بأنها صح أو غلط، ولا ملهوش أي علاقة بالنتائج؟ ببساطة، هل الفعل الصح هو الفعل اللي بيؤدي إلى أقل خسائر؟ هو ده الفعل الصح، ولا الفعل الصح مش مرتبط بنتائج الأفعال إنما بقيمة الفعل؟ ولو أنت مكان سواق القطر قول لي كنت هتعمل إيه؟